هم ولحمهم راحوا شهدوا في القضية مع عمهم ضد إبراهيم سعيد إن فعلا أبوهم ما بيصرفش عليهم. معقولة يا جماعة؟ دي علامة من علامات الساعة. طب إزاي جالكوا قلب؟ إزاي جالكوا قلب تحبسوا أبوكوا؟ إزاي جالكوا قلب تناموا كده وأبوكوا نايم بين 4 حيطان ونايم على بورش؟ إبراهيم سعيد طالع بيقول لك أي نعم أنا كنت محبوس وكانوا موفرين لي الصراحة كل حاجة مشكورين، كان في تلاجة وكنت بشرب شاي وبشرب نسكافيه وكنت باكل وبشرب وكان الناس جوه بيعاملوني كويس، بس اسمي محبوس بين 4 حيطان وبنام على بورش. جالكوا قلب تحبسوا أبوكوا؟ ده حتى لو كان ما بيصرفش عليكم، مع إن ده محدش يصدقها. مفيش أب مهما حصل بيهون عليه ولاده، خصوصا لما يكونوا بنات. خصوصا لما يكونوا بنات. انت واحدة 20 سنة، واحدة 21 سنة، يعني افتكروا اللي هو رباكوا لحد ما بقيتوا آنسات. افتكروا يوم انتوا هتتجوزوا ازاي؟ يجيلكوا عرسان ازاي؟ يجيلكوا عرسان ازاي؟ اول واحد مثلا يجي يتقدم لكم امه او ابوه، ابو العريس ولا ام العريس، هتقول له يا ابني انت هتناسب مين؟ دول حبس ابوهم. دي الكلمة اللي هتتقال. اهل العريس هيقولوا اوعى تقرب. هيقول لهم ليه يا بابا؟ ليه يا ماما؟ انا بحبها. هيقولوا له بتحب ايه؟ بلا حب بلا قرف. دول حبس ابوهم، نيموا ابوهم 4 اشهر على البرش. ابوهم ما صعبش عليهم. انت ممكن في يوم من الايام لو ارتبطت بيهم وتخلف منها حته عيل ولا حته عيله تحبسك انت كمان. ليه؟ طبعها كده بيجري في دمها. اذا كانت حبست ابوها ما بصيتوش للنقطه ديت؟ اما انتوا تحبسوا ابوكوا انتوا كده بتضروا نفسكم في المستقبل. ما بصيتوش للنقطة ديت؟ ده أبوكوا يا جماعة. ده ربنا بيقول وبالوالدين إحسانا. تحبسوه حتى لو كانت في خلافات بينكم، ما توصلش للحبس حتى لو كان ما بيصرفش عليكم. مع إن الراجل طلع وقال لك أنا كنت بجيب لهم أحسن لبس بس، وكنت بأكلهم أحسن أكل، وكنت ببعت مصاريف لستهم، كانت تتصل بيا ولادك عايزين مصاريف، حاضر، كان يبعت لها مع حد من زمايله. نفترض يا عم الراجل مثلا نقول الكلام ده ما حصلش وهو بيفتري عليكم، قولوا حسبي الله ونعم الوكيل. ده ربنا بيخلص. قولوا حسبي الله ونعم الوكيل. انما تحبسوا ابوكوا 4 اشهر، تقعدوه في الحبس 4 اشهر، ما صعبش عليكم؟ مفيش قلب؟ قسما بالله انا وانا بسمع ابراهيم سعيد وهو مطلع الفيديو، يمين بالله صعب عليا. لو اي انسان يعني ما عنده